احلى قهوه في الكون. الحكايه بدات لما واحد صاحبي بعت لي الفيديو ده. انا شفت الفكره دي قبل كده بره مصر، بس اول مره كنت اشوف مكان في مصر بينفذها. المكان هو دبل دوز في بنزينه فايل اب على الدائري. انا رحت فورا وقلت انقل لكم التجربه كامله. مبدئيا دبل دوز بيعملوا كابوتشينو في كون متغلف بالدارك شوكليت. الموضوع ممتع جدا من اول ما بتشوف الباريستا وهو بيعمل اللاتيه ارت، ومع اول شفطه هتكتشف ان ريحه الكون مع طعم القهوه والدارك شوكليت عاملين ميكس رهيب. انا ما حسيتش بده قبل كده. فكره انك تشرب الكابوتشينو وبعدها تاخد قطمه من الكون بتحسسك انك جبت ديزرت مع القهوه في نفس الوقت. انا جربتها مرتين وقلت اشوف هل لو سبتها وقت طويل هتبوش كده وممكن تنقط من تحت ولا لا. وفعلا الكون كانت ماسكه نفسها جدا وكان طعمها حلو جدا. واكيد طبعا مش هنسى اجرب الفلات وايت، انا جاي اصلا عشان اجرب القهوه. مبدئيا كده عندهم قهوة كولومبي طعمها حلو جدا، حمضية متوازنة، طعم فيه حلاوة كده باينة مع شوية مكسرات. افتر تيست بعد كده يديك كلير افتر تيست مع شوية شوكليت. اقدر اقول ان دي واحدة من احلى تجاربي مؤخرا مع القهوة. دلوقتي بقى تعالى خدكم جولة سريعة كده في الكافيه اندور واوت دور واوريكم كل حاجة موجودة. المكان على العموم لطيف جدا، تقدر هناك تشتري كل انواع القهوة، وكمان ممكن تشتري حبوب القهوة نفسها من عندهم. هتلاقي كمان هناك سندوتشات وديزرتس وعصاير بانواعها وكوكيز. عندهم كمان ساندوتش سالمون انت ممكن تروح له هناك مخصوص. من ناحية تانية بقى هتلاقيهم بيبيعوا الهودي والفلاسك والكوبايات والكابات اللي عليها لوجو المكان. شكلهم وخامتهم كانوا عاجبني جدا. ديكورات المكان من اول ما بتدخل هتعجبك، بداية من الالوان، التفاصيل اللي معمولة في السقف. كمان عندهم روف قعدته رايقة كده والفيو هناك مفتوح، انت منك للاهرامات مباشرة. المكان بالنسبة لي مناسب جدا للخروجات، لقعدات الصحاب. تقدر كمان تروح هناك على الروف تذاكر او تشتغل، هيبقى بالنسبة لك اختيار ممتاز. واظن اني هكرر التجربة دي كتير قوي الفترة الجاية.